جريمة من أبشع الجرائم اللي تمت في مصر، تحديدا في محافظة سوهاج. جريمة أنا وأنا بسمع أحداثها فضلت مزبهلة، مش متخيلة أبدا إن في جريمة بالبشاعة دي. انتوا لما هتشوفوها هتقولوا لي دي جريمة من وحي الخيال واستحالة تحصل على أرض الواقع. للأسف حصلت على أرض الواقع. وهنيجي نقول بداية الجريمة كانت بين أفراد أسرة. كان الأب والأم، الأم عايشة والأب بخيت، كانوا انفصلوا عن بعض من حوالي 4 سنين، وكان عندهم ولدين. الابن الكبير في تالتة إعدادي هو اسمه إبراهيم، والابن الأصغر عنده 10 سنين اسمه عبد المعز، وهو ده طرف الموضوع وبيقولوا له يعني كدلع عز. كان الابن الكبير طبعا عنده دروس ورايح جاي، فكان مشغول عن والده، ما كانش بيزوره زي الطفل الأصغر عبد المعز. ففي يوم من الأيام عبد المعز راح يزور والده كعادته، ما كانش قاطع عنه حاجة ولا إن هو بعد عنه زيارات، والأم ما كانتش إن هي بتمنع ابنها إن هو يزور أو يود والده. والأب كان بيشتغل زي تاجر مواشي كده، بيروح يجيب المواشي من اسكندرية لفترة وبيرجع تاني. ففي يوم من الأيام تحديدا من 4 شهور كان عبد المعز راح يزور والده، والوقت اتأخر والأم قلقت عليه والابن ما جاش. الأم بصراحة قلقت وقلبها حس إن في حاجة مش طبيعية. الأم قالت لابنها الكبير اللي كان لسه جاي من الدرس، قالت له روح يا إبراهيم، روح شوف أخوك راح فين. قعد يسأل الناس اللي حواليهم ما جاش. طب قالت له يا إبراهيم روح لعمك اتصل بيه وقول له يتصل بوالدك علشان يعرف الولد اتأخر ليه كل ده. فاتصل عمه بأخوه اللي هو يعتبر أبو الأولاد، وقال له يا بخيت يا زفت الطين، انت الولد عندك؟ قال له لا، الولد ما جاليش اصلا من الاساس، ولا جالي ولا شفته خالص. ازاي ده كان جاي لك؟ لا ما جاليش وما شفتوش. الله، طب في ايه؟ بيقول بعد كام ساعه بتقول للام ان هو الاب جه وقعد يزعق قدام البيت ويصوت ويعيط، ابني فين؟ انت وديتيه فين؟ بتقول ان خصوصا في الفتره الاخيره ان هو كان عايز يرجع لها، بس هي رفضت تماما ان هي ترجع له. ابني فين؟ انت وديتوه فين؟ انت اكيد بعتيه، انت اكيد ضيعتيه، انت مهمله وانت ضيعتي الولد. وقعد يقول كلام كتير جدا قدام بيتها وفضحها قدام الناس اللي حواليها، على اساس ان هي باعته او ضيعته او كان هتتاجر فيه، وعلشان يصور لها ان هي ام مهمله. وبعد كده بتقول ان هو راح على القهوه، وطبعا الناس اللي حواليها والجيران والقرايب قعدوا يدوروا على الولد. هو قال لهم انا مش قادر، ان انا منهار مش قادر ادور على الولد، وقعد على القهوة يريح على حسب ما يقال. والناس قعدوا يدوروا لغاية الساعة 2 بالليل، والولد كان طالع من الصبحية ومفيش أي أثر لعبد المعز تماما. وبعد كده بعد كام يوم فالأب قعد طبعا يقول لها ده أنا هبلغ عليكي، أنت مهملة وأنت وشوفي عملتي في الولد ايه، ولا تاجرتي بيه، ولا اعضاءه ايه. وقعد يقول كلام تافه كده ملوش اي 30 لازمه. وبعد كده بيقولوا بعديها بكام يوم سافر. هنا الام شكت وسافر اسكندريه بحكم ان هو تاجر مواشي علشان يجيب مواشي اللي هي مفروض يعني هقول ايه، بس الحيوانات بتبقى احسن وفي قلبها رحمه عن بعض البشر. فبتقول هنا شكت ان الولد معاه او ان هو خده وكان خفيه وخباه على اساس لما يروح اسكندريه ان هو ياخده معاه، لان هي اسفه ما كانتش راضيه ان هي ترجع له. فبتقول بلغت البوليس، وقررت ان هي تبلغ البوليس وتاخد الخطوه دي، برغم ان ناس كتير قالوا لها بلاش، استني لما يجي من اسكندريه اكيد الولد هيظهر لانه مش هيقدر يخفيه فتره طويله، وهنا هنجيبه ليكي الولد وما تقلقيش يعني. فهي رفضت وراحت بلغت الشرطه عليه. بعد طبعا مدة كان موجود فيها في اسكندرية، لما رجع وطبعا ابتدى يقبض عليه بالتحريات الشرطة والبلاغ اللي كانت عاملاه الأم عايشة ضد زوجها أو بمعنى أدق طليقها بخيت. فتحريات الشرطة أثبتت معلومات مهمة جدا، وبصراحة كانت كارثة بكل المقاييس. المعلومات الأولية قالوا إن
الطفل فعلا راح لبيت الاب وزاره زي الام ما قالت. الله، طب انت بتنكر ليه بتقول ان هو انت ما شفتوش ولا هو جالك من الاساس في اليوم دوت؟ ففي حاجه، في لغز وعلامه استفهام مش مفهومه. فالتحريات برضو قالوا لا، ان هو فعلا الولد دخل بيت الاب بس ما خرجش منه. الله، ازاي؟ ويقولوا بعد كده بعدها بكام يوم الاب سافر لاسكندريه وقعد فتره، ولما رجع كل ده الطفل ما خرجش من البيت، والاب سافر لوحده ورجع لوحده، والابن من ساعه ما دخل البيت ما خرجش منه تاني. سالوا الاب قال لهم لا انا ما جاليش وما اعرفش عنه حاجه. طيب زنقوا عليه طبعا في التحقيقات لغاية ما اعترف بالكارثة والمصيبة الكبيرة. طبعا في التحقيقات قال لهم على المصيبة اللي انا لغايه دلوقتي مسبه لهم وعقلي مش قادر يستوعبها، وانتوا اكيد مش هتستوعبوها. بيقول فعلا هو الولد جاله طبعا بعد ما ضغطوا عليه في التحقيقات وواجهوه بالتحريات بتاعتهم. قال لهم ان هو الولد جاله وان هو كان عايز يرجع لامه وعايز ان الولد يقعد معاه، فطبعا الطفل رفض وقال له يعني انا حابب ان انا اقعد مع جدي ووالدتي واخويا ابراهيم ونقعد مع بعض. طفل صغير عنده 10 سنين يعني اكيد هيفضل يفضل ان هو يعيش مع الام، وهو كمان كان بيود المفضوح ابوه يعني. فبيقول هو في المقام الاول مش عايز ان الواد يجيله، هو كان عايز ينتقم من الام لان هي رفضت ان هي ترجع له، فعلشان كده حب يعمل فيها وينتقم منها ويكسر قلبها ويتهمها ان هي مهمله في تربيه اولادها وضيعتهم. راح عمل ايه؟ بيقول قعد يضرب الولد يمين شمال يمين شمال لغايه ما الولد ما استحملش في ايديه من كتر الضرب واغمى عليه. يستخفي بكده؟ لا لا لا، كان مجهز الاكبر من كده والابشع من كده. الحيوانات ما يقدروش يعملوا حاجه اللي هو عملوها. كان مجهز ان هو برميل وحط الولد وهو مغمى عليه جوه البرميل بس كده؟ لا، وكان محضر، وعلى حسب كلامه بيقول ان هو في الدور الاول شال البلاط شال السيراميك قعد يحفر طول الليل علشان يحط الولد وهو مغمى عليه هو جوه البرميل ويحطه بعمق البرميل البلاستيك في الارضيه الدور الاول. بعد ما شال السيراميك هو اكيد كان مجهز الحاجه دي من اولها، يعني محدش يقول ايه ده فعل جاء وليد اللحظه. لا وليد ولا ايهاب، لا هو لا وليد لحظه ولا هباب، هو اصلا ان هو كان محضر كل ده لان هو اكيد الولد مش هيفضل مغمى عليه لغايه ما يشيل هو البلاط ويفحت في الارضيه كل ده. لا، كان مجهز كل حاجه عشان ينتقم من الام، ودخل الولد بالبرميل وهو مغمى عليه تحت في الارضيه بالعمق دوت. وعلشان الريحه ما تطلعش كان مجهز كل حاجه، كان عامل صبه، جاب اسمنت وجاب زلط وعمل كده صبه وصبها على البرميل سفلته خالص وصبت الاسمنت وعشان الريحه ما تطلعش، وبلط من اول وجديد على ابنه. لكم ان تتخيلوا، انا عارفه ان انتوا اكيد قاعدين قدام الاخبار دي مسبهلين ومش مستوعبين الاخبار دي، بس للاسف دي حقيقه حصلت. في ناس كده الشياطين بتخاف من رد فعل اللي هما بيعملوه وبيرجعوا لورا وبيقولوا لهم اتفضلوا انتوا احسن مننا. الشياطين ما يقدروش يفكروا ولا يعملوا الافعال دي. والادهى من كل ده انه بعد ما خلص جريمته وعمل كل حاجه تمام سافر على اسكندريه ولا ان في اي حاجه. وطبعا قبليها كان فضح الام على اساس ان هي اللي اهملت فين ابني فين ابنه، وقعد يبكي بدموع التماسيح. وبعد كده سافر اسكندريه، ولما رجع طبعا التحريات لجهاز الشرطه الف تحيه ان هم عرفوا الحقيقه وهيردوا حق الام والطفل البريء ده ان شاء الله من اطفال الجنه. طب عرفوا ازاي الموضوع دوت؟ بيقولوا ان هما بيفتشوا طبعا واجهوه بالتحقيقات والتحريات وكده ان الولد دخل عنده وكده وضغطوا عليه. فطبعا هما كمان بيفتشوا في البيت ما لقوش اي حاجه، بس لاحظوا ان في بلاط جديد. فلما قالوا لهم لا ده البلاط ما كفاش، فكان جاب بلاط جديد. فلما سالوا الام قالت لهم لا البلاط دوت كان كله لون واحد دوت، لا ما كانش موجود البلاط ده من الاساس. فلما كسروا البلاط وشالوا الاسمنت وكده لاحظوا
وجود البرميل ولقوا طفل الله يرحمه عبد المعز موجود جواه. حسبي الله ونعم الوكيل. دي مش ابهات، دي مفيش في قلبهم اي ذره رحمه بجد. لما حد بيقول للتاني حيوان، في ناس كتيره بتتضايق بتزعل، حرام ايه اللي انتوا بتقولوه، لا 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 لا، بجد في حيوانات بتخاف ويبقى في قلبها رحمه على اولادها. بس النوعيات دي لا يمتوا بصله للابوه ابدا، ولا يعرفوا يعني ايه ابوه ولا حنان ولا رحمه، ولا في اي حاجه رحمه في قلبهم اصلا، سواء يعني على الغريب ولا حتى القريب. ده اقرب الناس اليه، بص عمل فيه ايه بشكل بشع بجد. ابليس ما يقدرش يفكر التفكير ده اصلا. فده كان بينافس ابليس في الزعامه، مين هيعمل اجرام اكتر من التاني. جريمة بشعة كانت حصلت وتم اكتشافها. يعني الولد اكتشفوا الجريمة، يعني فضل موجود حوالي على حسب كلام الأم 4 شهور. بتقول قطعت قلبي وهي بتقول هو الولد هيتدفن مرتين، اتدفن أول مرة على إيد والده وهو حي للأسف، وتاني مرة بعد 4 شهور، وتم استخراجه من اللي كان موجود فيه تحت المدفن الحي اللي كان أبوه عامله ليه مش بإرادته. يعني الولد اتدفن مش بإرادته، فهيتدفن تاني مرة بعد 4 شهور من دفنه لأول مرة وهو حي في مدفنه الدائم إن شاء الله. وإن شاء الله يبقى مكانه في الجنة بإذن الله. وأهم حاجة إن الولد ما كانش بيتقطع عن أبوه. يعني مش هقول الولد كان جاحد أو الولد كان شايف نفسه أو بعيد عن أبوه كده، لأ، ده كان على طول بيزوره. فإزاي يعني يبقى في القلب كده؟ جريمة كانت بشعة جدا جدا جدا. حبيت ان انا اعرضها لكم واعرض لكم نماذج الناس بجد لا يمتوا بصلة للأبوة ولا اي حاجة. تابعوني.